لإنشاء فيلم توعوي حول مرض السكري، كيف أجت الفكرة لإقامة هذا الفيلم؟ الموضوع بلش من إن زميلي أصحاب كتير أنا وياها اسمها عيشة عتاب، اللي إحنا اثنين فينا كتير أصحاب مشترك اللي عندهم اللي بيحملوا مرض سكري الأطفال، وكتير من هذول الأشخاص بيواجهوا مشكلة بمرحلة معينة من حياتهم اللي كيف يرتبطوا بالطرف الآخر. المشكلة بتكونش منهن، المشكلة بتكون من الطرف الآخر إنه يتقبلهن، يتقبل إن هن عندهم سكري أطفال، يتقبل إن هن بوزنوا 3 مرات باليوم أو بدون أنسولين أو أي شيء ثاني. فحبينا إنه نطرح هاي المشكلة عن طريق إنه هذا الفيلم اللي بما إنه الصبايا أكثر اللي بيفوتوا بهاي المرحلة الصعبة أكثر من الشباب، فحبينا نطرح الإشي أكثر بنروح مع الصبايا بإنه صبية انعجبت بشاب والشاب انعجب فيها، بس لما عرف إن هي مريضة سكري الأطفال فلتها وراح مكملش بتهديف إنه يكملوا الإعجاب أو يوصلوا للعلاقة. هاي القصة صارت بالفعل على أرض الواقع. مضبوط، صارت حقيقة مع كتير صبايا، مش مع صبية واحدة، مع كتير صبايا اللي ببلش في عملية إعجاب بينها وبين الشاب. لما أول ما يعرف إنه هي بتغذي الإبرة أو لما هي بتغذي الأنسولين فهو بيبعد عنها لأنه بيخاف من هذا الموضوع، وهو بالآخر فيش شو يخاف منه. هل بتشوف في مجتمعنا وعي حول مرض السكري وآثاره وتأثيره، ولا ما زال الوعي محدود؟ أكيد لا، ما فيش وعي شيء، حتى ما فيش بعد هذيك الجمعيات والمؤسسات اللي عن جد تفك هذا الوعي، مش بس للصغار إنما للكبار كمان. الكبار هن اللي محتاجين كمان وعي. هل هذا الفيلم انعرض في الناصر في أي مؤسسات؟ لا، انعرض كان بالآخر هو يوتيوب. عرفت إنه في مدارس معينة عرضت هذا الإشي. بالآخر هو ما كانش في هدف ربحي من هذا الفيلم، إحنا ما حلناش قضية، إنما إحنا طرحنا قضية اللي بنتمنى إنه تحت اسم الفيلم إنه سكر وعقل مسكر إنه يبطل فيه عقول مسكر. إيش اليوم بتوجهها كلمة لجمهور الشباب وهيك من خلال هذا الفيلم؟ من خلال هذا الفيلم كنت أقول لك من خلال هذا الفيلم ومن خلال الفيلم اللي جاي كمان عم نشتغل على فيلم تاني، نتمنى أن نبطل هذا المجتمع اللي مسكر واللي عقله مسكر. خلينا نفتح، خلينا اللي نعرف كيف ناخذ نطاق أوسع، كيف ناخذ مسؤولية أكثر. في فيلم جاي رح يكون عن الزواج المبكر كمان، رح يكون قوي، وبتمنى نعود نعمل كمان لقاء عنه. شكرا. شعوري كل وقت كنت خايف لتني عرضته على اليوتيوب ووصلني مسج على الفيسبوك، وصلني تلفونات من صبايا من شباب من ناس اللي حاملين مرض السكري انه يسلموا على انه انت طرحت لنا قضيتنا اللي ولا مره حدا طرحها. هون كان بالنسبه لي كنت استعادي، حتى في وصلت ناس اللي كانت تعيط لانه يعني جد مرقت بهي المرحله، يعني جد كان عندها استعادة.